تزور سيدنا النبي يلي تستنى على الفيديو ده دقيقة، حياة ربنا عندك وغلاوة ربنا لا تستنى على الفيديو ده دقيقة عشان تبقى سبب في رزق الطفل ده والراجل اللي واقف محدش راضي يشتروا منه ده. اقسم بالله والله لاكبر بخاطرهم جبرا لا يعلم به الا الله. وانت كمان عاوزك تعمل مشاركة بس يمكن تبقى سبب في رزقهم ان الناس تيجي تشتري منه. ازاي؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. بتبيع ايه؟ بيع زلابية وبلح شام ومكسرات. طب تعالى اقف جنبي عشان الناس بس عشان الطريق. ممكن تلبس المايك ده كده؟ تعال. الاول اسمك ايه؟ محمود. عندك كام سنة؟ 11. 11 سنة؟ دي ايه؟ دي بكام الطبق ده؟ ب50. الطبق ده ب50؟ هو في حد بيشتري منكم؟ لسه واحد شهر 2 من شوية. ده ابوك؟ لا ده خالي. خالك؟ طيب بص انا اسمي اسامه الحداد، عندي صفحة على الفيسبوك اسمها فعل خير. عارفني ولا لا؟ عارف. عارفني؟ عارف. متابعني؟ طيب انا بعمل ايه؟ بتشوف الناس وبتعمل لهم خير، تديهم فلوس، لو هما بيبيعوا حاجة بتاخد منهم كده. طيب انتوا معاكوا كام واحدة؟ ما اعرفش والله انا. لا طب نادي لخالك كده. الو خال. لا كلم. مساء الخير. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. والله في حاجه ولا ايه؟ قرب بس المايك ده كده، خد. عليكم السلام. امسك المايك ده. ماشي. على اسمك ايه؟ مجدي محمد. مجدي ابو حور. اسمك مجدي ابو حور؟ حبيبي يا عم مجدي. ده ابن اختك؟ محمود ابن اختي ده. ربنا يبارك فيه. يا رب. بص هو محمود طلع عرفنا. انا اسمي اسامه الحداد، عندي صفحه على الفيسبوك اسمها فعل خير. فبنحب نساعد الناس ونكبر بخاطرهم. نعم. بحب اساعد الناس واكبر بخاطرهم. حبيبي. فانا شايفك واقف بصراحه بقالي شويه، لقيت ما فيش حد بيشتري كتير. ربنا يكبر. انت بتبيع الطبق ب50؟ ان شاء الله. معاك كام طبق يا ابو حور؟ معايا 10. 10؟ لا يعني 10 دول بكام؟ يعني 500 ان شاء الله. 500؟ ان شاء الله. بص خلي علينا خالص. هو مبلغ كبير عليا. خلي علينا كبير خالص جدا. والله. عشان كده انا هديك حق ال 500 جنيه دول. تمام. هتاخد ال 500 وتنزل توزع الاطباق دي ببلاش للناس الغلابه. ماشي على دماغنا. هيروح خلاص؟ تمام. تمام. احنا بقى بنحب ندعم الناس الجميله اللي زيك. الله يبارك. ايه اللي لك يا موقفك رب. كده يا حود؟ ايه اللي موقفك كده يا ابو حود؟ يعني بقى انت شايف الدنيا وكده، ما عادش عايز اشتغل عند الناس. بس انت لسه جديد هنا متهيألي. لسه تاني يوم ليا ان شاء الله. تاني يوم ليك؟ تاني يوم. ومحدش يعرف مكانك؟ لا لسه والله. ايه عايز تقول ايه؟ انا عايز الناس تشتري من خاله واحنا مكاننا هنا على طول. عايز الناس تيجي تشتري من خاله هنا؟ اه. طيب اول حاجه يا عم ابو حور، انا هاخد منك كل الاطباق اللي معاك مفيش مشكله عشان تروح وترتاح دلوقتي ان شاء الله. وان شاء الله كده اخلي الناس كلها تيجي تشتري منك من نفس المكان ده. باذن الله. قول لنا إن شاء مكانك الله. فين بالظبط عشان الناس كلها تجي لك. الصينيه الاولى جنب المكاوي على طول. جنب ابو مكاوي في المنصوره، وانت نازل كوبري الجامعه اكنك داخل المنصوره. ايوه بالظبط كده. وانت نازل كوبري جنب الجامعه قصاد مكاوي على طول. قصاد مكاوي على طول هتلاقي اسمك ابو حور. هتلاقي ابو أه؟ حور وحوده واقفين في نص الطريق بيوقفوا الناس. حبيبي. الطبق ب50 جنيه بلاش والله. زلابيا وايه؟ بزلابيا وبلح بالمكسرات والله. كمان بالمكسرات؟ والله باللوز كمان والله. حاجه انت اللي محترمة. بتعمله؟ والله الحمد لله. ربنا يبارك فيك. حاجه محترمه يعني والله. هات لي كل الاطباق يا ريس يلا. ماشي. روح عبي لي كل الاطباقات ده. وانا ما عملتش حاجة، ربنا هو اللي جعلني سبب، ورحمة ابويا انا اول مرة اشوف الناس دي في حياتي. وفعلا انا عاوز منكم دعم، بس ان انتوا تعملوا مشاركة عشان الناس دي الناس تيجي تشتري منهم وكده. وعلى فكرة الناس دي بتقف من بعد المغرب بالظبط عشان ما حدش يجيلهم الصبح. هم بيقفوا من بعد المغرب على كوبري الجامعة. اشتروا منهم وفرحوهم، وضحكتهم دي عندي بالدنيا كلها. ده ربنا اللي بيجعلنا اسباب لبعض، فربنا يجعلكم سبب ليهم. واعملوا بس مشاركة للفيديو. ما تجيبهم 8 بقت 2. بتقول ايه؟ لسه بايعين 2 مفيش منهم. لسه بايعين 2 دلوقتي يعني. الحمد لله. طب الحمد لله. وانا ان شاء الله هاخد منك الباقي. تمام. حطهم في العربيه بقى من ورا هنا، حطهم في الكرسي اللي ورا. يلا. مبسوط يا حوده؟ اهم حاجه انت. ربنا يرزقك ويكرمك يا احلى ابو حور في الدنيا. الله يبارك لك يا رب. نتصور؟ ده انت طلعت العالم كله شايفك دلوقتي. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يبارك لك يا رب. الله يحفظك.
الفيديو ده لابو حور، يا ريت اي حد يشوف ابو حور واقف على صينيه ميت خميسي عند ابو مكاوي يشتري منه احلى زلابيا، وخدت منه كل الاطباق اقسم بالله كلها. اخويا ابو حور واحلى حوده اللي بيصورنا ابن اختنا. السلام عليكم. ده طبق من الجميل اللي انت جايبه لنا ده. نعيش الدنيا بإحساسك بنشوف بعينيك وعشان من قلبنا بنحبك يا حاج زي الفل يا باشا. مساء الورد، روق بالك. ربنا يبارك فيك، حل بقك، ده حاجه حلوه قوي. الله يرزقك حبيبي يا راجل. اهو مبسوط. مش كده احسن؟ في كلمة انت قلتها لي، قلت لي ايه؟ تخيل لما بيسمع الأذان هو وأبويا بيروح لا انت يصلي قلت لي عليه. عارف ربنا ايه؟ عارف ربنا بيرزق الواحد لما ربنا رزق خالي عشان راح صلى بيروح يصلي كل الفروض. لما بيسمع الاذان صح؟ حتى قال لي لما انا لسه ما صليتش المغرب قام مصلي وقام سبحان الله. اقسم بالله يا جماعه الصلاه دي اجمل واحلى حاجه في الدنيا. صلوا وعلى نياتكم ترزقون، بس ربنا يرزقكم من حيث لا تحتسبوا لو صليتوا.